لكل حدا عم يسأل لإمتى هيدا التعب، ويا ترى الصبر إله آخر؟ يا ميت أهلا وسهلا فيكم. اليوم قراءة معنا عادية. الكروت طالعة عم تحكي عن مرحلة مفصلية بحياتكم، بين حمل تقيل هادد الكتاف وبين طاقة نار واندفاع بدها تنفجر. إذا حابين تعرفوا برج الحمل وين رايحة الأمور، خليكم معي دقيقة وركزوا كويس. انت عم تحكي حالك وتفكر بصوت عالي، وبعدين بقى لإمتى بدي ضل شايل كل هالحمل على كتافي؟ عم عافر يمين وشمال لحتى أمن حالي وابني مستقبلي. لك Queen of Pentacles، يعني هيدا الكرت حاسس انه كتافك انهدوا من كتر المسؤوليات وكل الناس معتمدة عليك، وانه انا ما عم فكر غير كيف بدي ارتاح واستقر. النايت اوف وانس، صوتك الداخلي عم يقول لك يلا شو ناطر، اترك كل شي وراك واكرج. سافر، خذ هالمغامرة الجديدة. يعني انت يا حمل ما بيلبالك تضل مربوط بمكان واحد عم تتحمل فوق طاقتك. انت بين الوعي والتعب. معك حق، طاقة جواتك عم تغلي وبدك تغير كل هيدا الواقع، بس لازم تهدى شوي وما تتسرع ليروح كل تعبك على الفاضي. نصيحتي لك، انت واقف بين رغبتك بالاستقرار والأمان وبين تعبك القوي من الضغوطات واندفاعك الناري، بدك بس تخلص من كل شي بلمحة عين. نصيحتي لك، خفف الحمل عن كتافك شوي صغيرة، مو كل شي بالدنيا لازم تعمله لحالك. تعلم تقول لا، ولما تزيد مسؤولياتك فوق طاقتك، لما بدك تاخد خطوة صغيرة للتغيير يلي عم يتفشك عليها فارس العصي، يعني عم بيقلك انه اخدها بذكاء وتخطيط، مو بصورة غضب او اندفاع عام. طاقتك حلوة وشغفك مطلوب، بس وظفه لحتى تبني استقرارك، مو لحتى تحرق تعبك. رتب أولوياتك وريح جسمك وعقلك لأنك فعليا تعبان. إذا وصلتوا لآخر الفيديو بتمنى تعملوا فولو وسبسكرايب للقناة ليضل يوصلكم كل جديد، وبشوفكم ببرج جديد وطاقة جديدة.